بتعتمد على الليدز بشكل اساسي في البيزنس بتاعك، فلازم تكون عارف ان انت محتاج كونفرجن كامبين تكون بتستهدف الليدز بشكل مباشر. في بعض الاحيان بنشوف خطأ شائع بيحصل، ان البيزنس بيكون بيعمل سوشيال ميديا كونتنت بلان للشهر، وليكن مثلا 10 او 15 بيس اوف كونتنت بينزلهم على مدار الشهر، كل يوم او 2 بينزل بوست او ريل او ستوري ايا كان شكل البلان بتاعته. ولكن الخطأ فين؟ الخطأ ان هو بياخد الكلام ده وبيشغل عليه كله اعلانات على اساس ان هو كده عمل ليد جنريشن كامبين، باعتبار ان هو كل بيس اوف كونتنت هيحط في اخرها كول تو اكشن ان الناس تتواصل مع البيزنس. الحقيقه عايزين نفصل ما بين دور السوشيال ميديا كونتنت اللي موجوده بشكل مستمر للتواجد على السوشيال ميديا، وما بين الكامبينز اللي غرضها تجيب ليد. كونتنت بلان دي فكرتها ان انا بعمل تواجد واضح للبيزنس مستمر، مش غرضه ان هو يجيب ليدز، ولكن غرضه لو في جمهور متابعني فهو ممكن يستفيد من اللي احنا بنقدمه. وكمان لو حد بيدور على البيزنس ده ودخل بص هيلاقي في كلام بيريليت ليه، هيلاقي في فاليو ممكن تكون بتقدم في البوستس بتاعته، هيلاقي ان البيزنس حي موجود. يعني لما يلاقي في بوست او ستوري نازله مثلا من يوم او 2 او كده، فيبقى شايف ان هنا في حياه في البيزنس ده، وده بيديله ثقه شويه في البيزنس. لكن مش عايزين دور الكونتنت بتاع السوشيال ميديا نفكر فيه انه هيدينا ابعد من كده نتيجه. لو شغلت اعلانات على ان الشكل ده من الكونتنت، هو ممكن يديك شويه نتائج في الليدز، بس مش هتبقى احسن حاجه. كواليتي الليدز مش هتكون كويسه، تكلفه ممكن تبقى عاليه جدا بالنسبه للناس اللي هتقفل معاك ديل بعد كده. كمان الالجوريثم هيجي يديليفر الكونتنت بتاعك او الاعلانات بتاعتك، ممكن يبقى عنده نوع من اللخبطه شويه في النتائج، بناء على ان البيس اوف كونتنت، ان انت بتحط بيس اوف كونتنت هي رايحه اصلا غرضها انها تروح اورجانيك، مش غرضها ان هي تروح اعلان.